لو عندك بقى ربع فرخه، هنعمل الصينيه القمر اللي انتوا شايفينها دي، هتعملي بيها غدا يكفي البيت كله. بربع فرخه هتغدي البيت كله ان شاء الله. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا ربع فرخه زي ما انتوا شايفين، غسلته كده كويس. بعد كده قطعته شرايح بالطول، بقطعه كده شرايح طوليه. وبعد كده بقطعه مكعبات صغيره، ما تكونش كبيره قوي ولا صغيره قوي. وبعد ما بقطعه زي ما انتوا شايفين، باخده كده اشطفه بشويه من الملح وعصير ليمونه عشان لو في اي زفاره. احنا طبعا غسلينه كويس، بس لازم نعيد غسيله تاني، لازم تغسليه مره تانيه. وزي ما انتوا شايفين هقطعه كده مكعبات، لا صغيره ولا كبيره. ربع الفرخه هيعمل معاكي صينيه مكرونه هتكفي البيت كله غدا. ما شاء الله الصينيه حجمها كويس. آه، زي ما انتوا شايفين هنقطعه بالشكل ده كده، وبعد كده هنغسله. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده تمام. هنروح كده على النار، خدت كده شويه من الزيت، شويه من الزيت ما يكونش كتير قوي. وبعد كده نزلت ببصلايه واحده متقطعه قطع صغيره. هشوح كده البصله، هديلها تشويحه. وبعد كده غسلت قطع الفراخ ونزلت كده على البصله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنا في الخطوه دي حابه تزودي مشروم بقى، دي حاجه ترجع لك انت، ممكن تزودي مشروم. خدت كده فلفل اسمر، وهاخد بابريكا وملح، ومش هنحط بهارات اكتر من كده. خلاص كده تمام. شوحتها كده كويس. بعد كده نزلت بفلفل متقطع، لو عندك فلفل الوان برضو ممكن تحطي، لكن انت برضو ممكن تمشي بابسط الامكانيات عندك. يعني باقل الامكانيات ممكن تمشي. لو مفيش فلفل الوان هتحطي فلفل اخضر عادي. هنا كنت حاطه الميه اللي هنسلق فيها المكرونه، حطيت كده شويه من الملح والميه غلت. ونزلت بكيس ونص من المكرونه، يعني انا ما عملتش الكيس التاني كله، خدت كيس وبعد كده حطيت كمان نص كيس من المكرونه. وهنا كانت الفراخ اتعصجت خلاص معانا واستوت كويس. جبت كده مكعبين من الزبده وخدت عليهم معلقتين من الزيت. وهنزل باربع معالق من الدقيق عشان نعمل البشاميل. مجرد ما انزل بالدقيق كده شوحي بس، خرجي الرطوبه اللي فيه. مجرد بس ما تقلبيه تقلبتين اتنين. بعد كده هننزل باللبن. خدت كده رتل من اللبن، وبعد كده هبدا اقلب كده كويس، وقطعه من الجبنه الموتزاريلا. وهديت النار كده عشان البشاميل ما يتلسعش معايا من تحت، وحطيت شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر. وهبدا اقلب كده. احنا طبعا مش عايزين البشاميل يكون جامد، احنا عايزينه يكون سايح كده، ما يكونش جامد قوي زي المكرونه البشاميل. خلاص زي ما انتوا شايفين هطفي عليه النار، وكمان هيربط معايا شويه كمان. وبعد كده المكرونه هنا كانت اتسلقت، هنزل عليها بشويه من البشاميل وادي لها تقليبه كده كويسه. هغلف المكرونه كلها بالبشاميل. غدا سهل وسريع ومش هياخد معاكي وقت خالص. يعني المكرونه دي انا كنت عاملاها حوالي الساعه 10 بالليل، ما خدتش معايا اي وقت خالص. هنا بقى جبت البايركس او الطاجن او الصينيه اللي انت هتحط فيها، خدت كده شويه من البشاميل، فردتهم كده في الصينيه. وبعد كده نزلت بالمكرونه، خدت نص كميه المكرونه. وهنزل بقى بطبقه الفراخ. هنا بقى ممكن خدت الاول شويه من البشاميل، هنا ممكن تقلبي البشاميل مع الفراخ مع كل حاجه، بس انا حبيت ان انا احط الفراخ في النص زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وباقي كميه المكرونه هناخدها الطبقه التانيه. خلاص شايفين الحشوه ما شاء الله كانت حلوه، ما كانتش قليله ولا حاجه على الصينيه. هنا بقى المفروض كنت انزل بشويه من الزيتون، بس انا فعلا نسيته حرفيا، يعني ان انا نسيت ان انا احطه، بس هحطه برده على وش المكرونه مفيش اي مشكله. نزلت بباقي كميه المكرونه وحطيت الزيتون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بباقي البشاميل. وهدخلها الفرن طبعا بتاعك يكون سخن، تدخلها على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. قعدت معايا بالظبط 10 دقايق، لان طبعا المكرونه مستويه والفراخ مستويه فكل حاجه مستويه فمش هتغيب معانا. نزلت كده بالبشاميل، وبعد كده هحط على وش الصينيه شويه من الجبنه الموتزاريلا. وكده خلاص الوصفه بتاعتنا خلصت. سهله وبسيطه وما خدتش معاكي وقت خالص، في نفس الوقت كان طعمها تحفه جدا. خلاص كده تمام، هدخلها الفرن. هنا طبعا انا مش هشغل الشوايه ولا حاجه، على ما 10 دقايق بالظبط هتكون الجبنه بدات تاخد لون زي ما انتم شايفين. انا ما شغلتش الشوايه. شايفين كانت طبعا هي لسه سخنه جدا. هنا طبعا المكرونه دي مش بتتقطع، مش عايزينها تتقطع، احنا عايزينها تكون سايحه كده في بعضها. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.